السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ صحتكم بخير؟ كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. معكم سناء، نهار جديد وفيديو جديد. جات توجد معكم واحد الدجاجه معمره في الفران بالخضر، كتجي رائعه ما شاء الله. كما كتشوفوا اخواتاتي، عندي واحد الدجاجه فيها 2 كيلو. غسلتها مزيان، فركتها بالحامض والخل والملحه، خليتها ليله كامله كتسقطر مزيان. حد الدجاج قد ما غسلتوه مزيان وخليتوه بات كيجي لذيذ وزوين. كما كتشوفوا اخواتاتي، عندي قزبر معدنوس قطعته، وعندي الثومه. غندوز نوزل هاد الشرموله لهاد الدجاجه. كما كتشوفوا درت الثومه ودرت قزبر ومعدنوس، درت واحد المعلقه ديال الملح مع مرش، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال سكينجبير. غنديروا التوابل كامله، كتجي رائعه هاد الدجاجه معمره وخفيفه. سكينجبير، الخرقوم، كاملين البنات كتعرفوا ديروا الشرموله للدجاج. غير شاركت معكم اشنو درت وصافي اخواتاتي. واحد المعلقه ديال التحميره كما كتشوفوا، وواحد 2 معالق ديال لا موطارد كيجي زوين في الدجاج. وصافي اخواتاتي، غندير واحد 2 معالق ديال صوص صوجا، حتى هي كيجي فيها هاد لاصوص، كيجي رائع، ماشي بزاف، غير معلقات صغار صافي. وواحد شويه ديال زيت العود وشويه ديال زيت المائده. المهم نتوما عينكم ميزانكم، واحد راس معلقه ديال السمن كما كتشوفوا، غير شويه، يعني ما كثرتش، غير شويه ماشي بزاف. نخلطوا هاد الشرمونه ديالنا مزيان تدخل في بعضياتها، وندوزو نشرملو بها الدجاجه. كما كتشوفوا زدت واحد شويه ديال الحامض، كيما شي معلقه ديال الحامض هكاك، ماشي بزاف. صافي اخواتي، كما كتشوفوا كنشد هاد الدجاجه، كنشرملها مزيان، كندخلها شرموله للجوانب ومزيان كنتقب لها الصدر ديالها، راها مغسوله مزيان. حاولوا ما تكثروش اخواتاتي الملحه بزاف، حيت هي مغسوله بالملحه. كما كتشوفوا اخواتاتي، كنشرملها مزيان مزيان، وكنخليها تبقى قد ما بقات في الشرموله كتجي لذيذه. كما كتشوفوا اخواتاتي، صافي كنتقب لها الصدر ديالها مزيان صافي باش كتدخلوا ديك صافي خواتاتي، الشرموله. مزيان كنعمر داك البلايصات اللي كما تقد كتشوفوا على الصدر هذا الشكل. مزيان، كنزيد فيهم داك لاصوص صافي، وكنحطها على جنب، وكنخليها تبقى واحد صافي 2 ولا 3 سوايع على الوقت اللي وكنخليها في بغيتو المول. نتوما اللي غتوجدوا فيه الشرموله. المهم غنخليها شرمات الدجاجه كنغطيها وخليتها، وكنخليها في غندوز المول، نسلق الفيرميسيل. وكندوز نوجد المهم راه الفرميسيل. طيبت الماء ودرت كنطيب الفيرميسيل اللي الماء حتى غتكفيني، كيطيب، وكنديرها غنخليها تسلق. فشي واحد 5 دقائق في الماء. صافي اخواتاتي، على هذا الشكل. المهم الدجاجه كتجي رائعه معمره في الفران. بغيتو ترافقوها بالخضر اخواتاتي رافقوها، بغيتو تخليوها بوحدها خليوها. المهم كتجي لذيذه. كما كتشوفوا راني صفيت الفيرميسيل راها طابت. كما كتشوفوا اخواتاتي، عندي واحد الكميه ديال الشامبينيون، عندي واحد البصله كبيره، غنقطعها رقيقه على هذا الشكل كما كتشوفوا اخواتاتي. المهم البصله كتجي مشحره مع الشامبينيون، كتجي لذيذه صافي. كنقطعها مزيان. بعد ما كنقطعها كندير واحد المقله، كندير فيها البصله وكندير فيها شويه الزيت صافي باش تشحر لينا ديك البصله مزيان. كنخلي البصله تشحر وندوز نقطع شامبينيون. صافي قطعت شامبينيون على هذا الشكل. صافي البصله هي كتشحر، عاود زدت عليها الثومه صافي. بعد ما طاحت لينا البصله وتشحرات ولات محمره بحال هذا الشكل، زدت على الكبده مقطعه. المهم انا عندي غير كميه قليله، ما عنديش كثيره الكبده. صافي غنخليها تشحر واحد 5 دقائق، ما تفوتهاش، غير 5 دقائق. ايوا ونضيف على داك الشامبينيون اللي قطعت من قبل. كتجي هاد الشرموله ديال الفيرميسيل كتجي لذيذه والله العظيم اخواتاتي، اللي كتجي لذيذه، غير جربوها وما غتندموش. صافي الشامبينيون راه دغيا كيطيح، ما كيتعطاش بالزربه، كيطيح. خليوه غير العافيه مجهده حيت كيطلق الماء الشامبينيون باش يشرب. صافي اخواتاتي، غنضيف الزيتون. انا ما كانش عندي الزيتون مقطع، كان عندي الزيتون بالعظم، قطعته دوائر على هذا الشكل صافي. ودرت الزيت ديال الهريسه،
كيجي رائع. درت شوية مليحة، شوية تحميرة، وما درتش البزار. انا درت الزيت ديال الهريسه، ما درتش الابزار، درت قزبر ومعدنوس صافي، وواحد 2 معالق ديال صوص صوجا صافي. ودرت واحد الكميه، حنت كميه ديال زيت العود ما نبغيش يتحرك، كنديرو حتى الاخر صافي. وغنضيف عليهم الفيغميسيل، حيت الفيغميسيل راها طايبه مقطعه، نص قطره من الماء صافي. غندخل فيها دوك المكونات، راني ناقصه على البوطه بزاف كما كتشوفوا. ما خليتش داك زيت العود تحرق، خليتها بردت صافي. وديك الدجاجه عمرتها مزيان وداك الفيغميسيل وهداك لاصوص اللي كانت شاطت ليا صافي. ودخلتها للفران، درت لا بابي كويسو بابي الومنيوم، ودخلتها كطيب كما كتشوفوا على هذا الشكل. المهم انا راه رافقتها بالخضره، غير ما شاركتهاش معكم اخواتاتي. كما كتشوفوا الدجاجه كتجي على هذا الشكل، كتجي لذيذه ما شاء الله. واللي وصلت البنات حتى لهنا تخلي لي شي كومونتير زوين، وتخليوا لي اللايكات ديالكم البنات مهمين، الله يجازيكم بالخير. والبنات اللي ما مشتركاتش في القناه يشتركوا عندي فضلا وليس امرا. والبنات القدامات مرحبا والف مرحبا بكم، كيوصلوني الكومونتيرات ديالكم الزوينه. وهذه هي الدجاجه ديالنا، رافقتها بالخضروات وبالصحه والراحه. الفيديو ديالنا كان حتى لهنا سالا، مع السلامه.